استاد القاهرة بقى فسحة طيبة قوي لأي فريق بيجي يلعب فيه. أنا يوسف تهامي العميد. استاد القاهرة استاد الرعب، لا رعب حرفيا، ما حدش بيروح، رعب. اللي الأهلي والزمالك خدوا عليه أغلب بطولات حياتهم، الاستاد الرسمي لمنتخب مصر، واللي كان بيتقفل ب100,000 مشجع. اللي أي فريق كان بيجي هنا كان بيعمل حساب للجمهور أكتر من اللعيبة اللي في الملعب. بقول لك استاد الرعب. شايف بقى المقدمه دي كلها اللي انا لسه قايلها؟ ما تنطش بصله لاي حاجه بتحصل دلوقتي، انسى بقى الكلام ده. استاد القاهره دلوقتي بقى فسحه دمها خفيف لاي فريق جاي يلاعبنا. استاد هيبته راحت من بعد ما بقينا نشوف فيه بالكتير قوي 10,000 مشجع وشويه صحفيين. يا راجل الواحد لما بيروح ساعات يتفرج على ماتش صوت اللعيبه في الملعب بيبقى صوتها اعلى من الجمهور. ده كلام. ان اي فريق مصري بيروح يلعب بره بتلاقي الاستاد متقفل على اخره على اخره، وده اكيد بيأثر على نفسيه لعيبتنا وبيدي افضليه لاي فريق منافس، لان نص الجيل اللي بيلعب دلوقتي لسه ما شافش جمهور كوره حقيقي، وبرغم ان الحفلات بره شغاله ايه الله ينور، الا وان لسه ملاعب الرياضه عندنا فاضيه. حلو. طب سيبك من الكوره، ده احنا يا راجل موتنا نفسنا عشان ننظم بطوله افريقيا للسله اللي تبع NBA، وبرده منعنا الناس انها تخش تتفرج، وسايبين لهم شاشه بره على باب الصاله اللي الماتش بيتلعب جواها عشان يتفرجوا على الماتشات. ده كلام. فيا ريت الجمهور يرجع، عشان المستوى بقاله فتره مش قليله سيء جدا جدا، والدنيا كلها حوالينا بتتطور وبتطلع لقدام، واحنا الوحيد اللي نفسنا بس نرجع خطوه لورا. والله كنا احسن.